طبعا عندنا الترم التاني بيكون قصير جدا ومنهج الساينس كبير قوي، كلنا عارفين كده في الجونيور بالذات منهج الجديد، ويدخل علينا رمضان وهوب العيد وهوب تلاقي نفسك داخل على الامتحانات على طول. اوعى تكون فاكر ان احنا مثلا كده بنبقى ماشيين كده راندم بشكل عشوائي، ابدا. لازم يكون دايما في خطه ليك علشان نساعدك ونأهلك ان انت تقدر تجيب الفول مارك في الساينس وتكون بالمرتاح، وكمان تكون فاهم الماده العلميه، مش تدخل تحل كلمتين وخلاص. جاي النهارده اعرفك نظام الكورس الساينس الاونلاين هيكون ماشي ازاي، وازاي بنمشيها ستيب باي ستيب لحد ما نخليك بروفيشنال وتبقى شاطر جدا باذن الله. ربنا يجعلنا دايما يا رب نكون سبب في تفوقكم ونجاحكم باذن الله. تعال بقى وركز معايا. طبعا انت كطالب بيكون ليك التزامات لازم هتكون بتعملها علشان تقدر تساعد نفسك ان انت فعلا نخلي المنظومه اللي احنا بنعملها دي تنجح. انت كطالب بيكون عندك اول سيشن بتحضرها معانا، تحضر الشرح بتاعك وتقعد تركز واحده واحده كده، عشان لو تسمع عني ببقى وحشه قوي في السيشن، ببقى مدققه ومركزه مع كل واحد فيه. اوعى تكون فاكر عشان انت اونلاين بقى فهتبقى بعيده عني، ابدا. سيريسلي نو. تحضر معايا السيشن الاونلاين دي، وبعديها بيبقى السيشن اللي بعديها بيبقى انت ملزم بهوم ورك لازم بتبدا ان انت تحضره وتخلصه قبل ميعاد السيشن التاني ليك. عندك كمان بيبقى فيه اكزام كل سيشن عشان نقيم مستواك عامل ازاي، وطبعا من الهوم ورك انت بيتصحح لك ويتبعت لك قبل ميعاد الحصه الجديده علشان تعرف اخطائك ايه وتعرف تصححها، ولو في اي حاجه وقفت معاك انا بنفسي بحلها لك وبصححها لك، مش بسيبك ولا الاسيستنت ولا اي حاجه خالص من الحاجات دي. منك ليه؟ عشان انا ابقى مطمنه عليك طول الترم وعارفه مستواك انت عامل ازاي. طيب ده كده بالنسبه ان بيبقى فيه هوم ورك، واللي ما بيحلش الهوم ورك عواقبه بتبقى وحشه قوي. خليها دلوقتي، خلينا نتعامل مع الناس الشاطره الملتزمه اللي بتسمع الكلام. هنحل الهوم ورك، نحضر الاكزام، وبكده نكون رتبنا افكارنا وذاكرنا ستيب باي ستيب. بعد ما بنخلص كل كونسبت طبعا بيكون عندك امتحان شامل فاينل كده على الكونسبت ده، عشان برضه تمأهل نفسك لامتحان مارش وابريل. لازم تبقى متأهل ليهم كويس جدا. عدد وكم الاسئله بيكون رهيب اللي بنحله، عشان انت طبعا انت بتبقى اللي هو ايه ده كله ده، نحل كل ده ليه؟ علشان حضرتك لما تدخل الامتحان بتاعك ما يكونش في اي سؤال ما عداش عليك قبل كده، لا انت حليته وغلطت فيه وصححته وحليته تاني صح قبل ما تدخل في الامتحان. طبعا الامتحانات بتاعتنا احنا بنحاول نأهلك ان انت تكون كويس جدا وشاطر وفاهم كل حاجه كويس جدا، عشان لما تدخل الامتحان تبقى مفيش اي حاجه ناقصاك. ما تجيش تقول لي اصل انا دخلت الامتحان شفت سؤال في الامتحان انا ما كنتش عديت عليا قبل كده، او انا ما اعرفوش، او ايه حله. مفيش الكلام ده خالص. كل الاسئله هتقول لي مس احنا الحاجات دي حليناها قبل كده وانا عارف الاجابه كذا. يبقى احنا كده من حيث السيستم بتاعنا الهوم ورك لازم ده بشكل اساسي بيكون عندك اكزام كل سيشن على اللي انت اخدته القديم، وبعد ما بنخلص كل كونسبت او كل يونت بيكون في امتحان شامل على كل الحاجات دي. وطبعا بتتواصل معايا عن طريق الارقام اللي هتظهر لك على الشاشه دي. لو احتجت مني اي حاجه عايزاك تبدا تجهز نفسك كده وتبعت على الواتساب والارقام اللي هتظهر لك على الشاشه دي علشان تبدا تحجز مكانك، عشان طبعا الاعداد بتكون محدوده. انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى سبيشال للناس الملتزمه. احبكم كتير واشوفكم على خير وربنا يوفقكم كده يا رب، وباي باي.